أكتر المسلسلات تأثيرا على قناة كارتون نتورك بالعربية. طبعا القايمة من غير ترتيب، رقم واحد طبعا حتى لو كان في ترتيب كان هيبقى رقم واحد، وهو عالم جامبل المدهش. أكتر كرتون محبوب في تاريخ القناة وفي التاريخ أساسا، شكل جزء كبير من الذكريات. حرفيا الكوميديا بتاعته يا جماعة لا تقارن إلا مع 5 كرتونات كده كوميدية ولا حاجة، ويمكن يكون هو منفرد بالصدارة أساسا في البرامج الكوميدية. رقم 2 ستيفن البطل، واحد من البرامج اللي أثرت فينا وقت ما اتحذف في 2016، فعشان كده من النادر انك تلاقي حد من الجيل الجديد عارف ايه هو ستيفن البطل. ممكن يكونوا عارفينه باسم ستيفن يونيفرس، بس ستيفن البطل دي ما يعرفهاش غير الجيل بتاعنا او بعض الناس من الجيل الجديد. وقت ما اتحذف في 2016 يعتبر ترند ساعتها، ولحد دلوقتي في ناس بتتمنى عودته، بس طبعا مع ازالة بعض المشاهد الغير مناسبة، وده طبيعي اللي هيحصل لو هو رجع بالمناسبة. رقم 3 بنتين، نظرا لان بنتين له برامج كتير وله افلام كتير اتعرضت على كارتون نتورك بالعربية، كانت احداثه وفكرته ايقونية. البرامج اللي اتعرضت له كان هو بشكل مختلف. طبعا استثني البرنامج الاخير اللي ملوش لازمة اللي هو بنتين الجديد، هو مش جديد ولا حاجة، هو معروض من 2016 بس هو يعتبر اجدد حاجة فيهم يعني. ده صراحة بضني لما نزل، اتبضنت وانا طفل بسبب البرنامج الجديد. رقم 4 وقت المغامرة، اسباب متابعة الناس لقناة كارتون نتورك، حتى الكبار بيتابعوا كارتون نتورك بسبب وقت المغامرة. في احداث ما كناش فاهمينها واحنا صغيرين، في بعض المشاهد اللي اتحذفت في الكرتون اثرت على فهمنا للاحداث اكتر. ده غير طبعا ان هو كرتون يعني يعتبر محتاج انك تركز معاه شويتين عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي فيه. رقم 5 العرض العادي، العرض العادي الغير عادي، اي حاجه بتحصل في البرنامج ده تختلف عن اسمه، ومتعه الاحداث بتاعه البرنامج هي متعه لا تقدر بثمن، حرفيا متعه يعني. من البرامج برضو الكوميديه الاسطوريه، وخلينا نقول ان الموسيقى بتاعته لا تقل عن وقت المغامره. هو من احسن البرامج اللي قدم الموسيقى على مستوى الكرتون، يعني هو مش الافضل ولكن خلينا نقول واحد من افضل